بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من جمهور الكوره. السبت سبت الكواليس والاخبار. الفقره الثانيه هيكون معانا عبد الله الراوي محللنا الرياضي. هنتكلم عن اسباب فوز الاهلي على انبي واسباب خساره انبي من النادي الاهلي. سريعا مع اخبار منتخب مصر واللي خلاص روي فيتوريا اعلن القائمه الخاصه بمعسكر اكتوبر اللي ان شاء الله منتخبنا هيقابل فيه مباراتين وديتين امام زامبيا ومباراه ثانيه امام منتخب الجزائر. القائمه جت كالتالي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، محمد ابو جبل ومحمد صبحي، محمد هاني وعمر كمال ومحمد حمدي واحمد فتوح وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، احمد سامي وطارق حامد ومروان عطيه واحمد السيد زيزو وامام عاشور ومحمود حماده ومحمد النني وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي، عمر مرموش، تريزيجيه، حسين الشحات، مصطفى محمد ومروان حمدي. ايضا المدير الفني للمنتخب الاولمبي ميكالي اعلن عن القائمه الخاصه به، ولكن طبعا احنا جبنا القائمه الخاصه بمنتخب مصر الاول. فاصل ونرجع مع اخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي. ترتيب مواجهات دوري المجموعات بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي هيبدا مع لقائه في القاهره مع مدينه، ثم يسافر الى يانج افريكانز ليقابل نادي يانج افريكانز، ثم الى الجزائر لمواجهه شباب بلوزداد في القاهره، ثم مدينه سفر، ثم في القاهره يختتم لقاءاته مع يانج افريكانز. الاسئله وما يدور حولها هي هل هي مجموعة قوية؟ هل هي مجموعة سهلة؟ هل هي مجموعة في المتناول؟ الحقيقة أنا شايف إنه مجموعة النادي الأهلي هي مجموعة في المتناول. وخليني أقول لك بكل ما تحمله الكرة من معنى، في أسوأ حالات النادي الأهلي هو هيتأهل تاني مجموعة. هتسألني تتوقع مين يتأهل من هذه المجموعة؟ هقول لك النادي الأهلي المرشح الأول يأتي في، مش هقول لك في الترشيحات، ولكن هقول لك في حظوظ التأهل شباب بلوزداد يانج أفريكانز مدينة مش ملهوش أي حظوظ في التأهل. ده بالنسبة لترتيب مواجهات النادي الأهلي في دور المجموعات. الخبر الثاني واللي بصراحة أنا شايفه واخد نسبة كبيرة من الكلام في مواقع السوشيال ميديا، وهو محمد عبد المنعم. هتسألني عن محمد عبد المنعم شخصيا، هقول لك هو من أفضل مدافعين أفريقيا حاليا، هو من أفضل المدافعين التي أنجبتهم أفريقيا حاليا في الوقت الحالي. محمد عبد المنعم مشكلة إن هو هيمشي، مشكلة إن هو هيسافر، مشكلة إن هو هيحترف. خليني أقول لك إنه النهارده طلع علينا تصريح من الموقع الإعلامي للنادي الأهلي وقال الأهلي بينوي تجديد عقد محمد عبد المنعم ورفع القيمة الخاصة باللاعب. ليه النادي الأهلي عمل كده؟ خوفا من إنه تأتي عروض إلى اللاعب تكون مغرية ليه. في عروض جت للاعب، في عروض، ولكن عروض ليست بالكبيرة. ده بما يخص التوتال بتاع محمد عبد المنعم. على الناحية الثانية خلاص اطمأننا امبارح على خالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي الظهير الايمن. رجع لتدريبات الفريق النهارده، وكان في تدريب منفرد بوضع برنامج تأهيلي خاص من جانب مارسيل كولر. ده بما يخص خالد عبد الفتاح. طلع امبارح خبر إصابة إمام عاشور، والحقيقة خليني أقول لك عزيزي المشاهد، ما كنتش عاوز أسبق الأحداث
بالنسبه لاصابه امام عاشور. في بعض الناس قالت امام عاشور واخد شهر 2 3، ولكن الحقيقه الحوار بيدور حوالين انه امام عاشور اصيب بكدمه خفيفه في تدريبات النادي الاهلي بالامس ضمن الاستعدادات لمواجهه نادي الاسماعيلي. ده بما يخص امام عاشور. امام عاشور هيغيب ممكن مارسيل كولر خوفا من اللقاءات الجايه ما يدفعش بيه اساسي في مباراه الاسماعيلي، ولكن امام عاشور الكدمه خفيفه، الاصابه مش تقيله ومش هتاخد وقت. ده بالنسبه لامام عاشور. تمام. لقاء نادي الاسماعيلي في احتماليه لغياب ياسر ابراهيم واحتماليه غياب رامي ربيعه لاعب او مدافع الفريق. احتماليه غياب ياسر ابراهيم هتكون نسبه ضئيله جدا، نسبته كبيره انه يشارك، ولكن يوجد نسبه اللاعب شعر باجهاد في العضله الخلفيه. مارسيل كولر طلب من الطبيب احمد جاب الله انه يقوم ببعض الفحوصات وبعض الاشعه على اللاعب. الاشعه والفحوصات التي اجريت على اللاعب سليمه، ولكن نسبه الحذر بتكون موجوده في دماغ مارسيل كولر دايما، واللي الحقيقه انا بحييه على القرار، وبحييه اكتر لو ما دفعش بياسر ابراهيم. ولكن الغياب المؤكد من النادي الاهلي امام نادي الاسماعيلي هو رامي ربيعه، اللي خلاص تاكد غيابه عن مواجهه نادي الاسماعيلي. الخبر الاخير بالنسبه للنادي الاهلي وهو تاجيل مباراه الاهلي وشباب بلوزداد في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، والسبب هو كاس العالم للانديه اللي كان مقرر 18 و 19 اكتوبر، مباراتي الذهاب والعوده، او مباراتي الذهاب عفوا كانت مقرره 18 او 19 اكتوبر بالنسبه لشباب بلوزداد، ولكن الفيفا تدخل بقرار عاجل بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه وسفره الى السعوديه. ده بما يخص النادي الاهلي. فاصل ونرجع لاخبار نادي الزمالك. خلينا نبدا مع نادي الزمالك، واللي الحقيقه بيعيش فتره من الاضطرابات الاداريه والاضطرابات الفنيه داخل ارضيه الملعب. المشكله الاولى هي مشكله اللاعب احمد بالحاج اللي اشتراه نادي الزمالك في اول الموسم الماضي. عدم اقتناع أوسوريو بهذا اللاعب ادى الى خروج هذا اللاعب. المشكله فين؟ المشكله في تصريح اللاعب ان هو كان بيتمنى الاستمرار مع نادي الزمالك، ولكن زي ما بنقول كده الملكه في ايد المدير الفني، كل حاجه في ايد المعلم اللي هو أوسوريو. اللاعب لم يحصل حتى الان على باقي مستحقاته، وهو ما صرح به اللاعب. وفي تصريح خاص اللاعب قال انه لم يريد اللجوء الى الفيفا والى المسار القانوني. ده بما يخص نادي الزمالك من جهه احمد بالحاج. ايضا شائعه لنادي الزمالك، وهو خرج علينا بالامس خبر عدم اراده أوسوريو استمرار الجهاز المعاون لنادي الزمالك، وهو متمثل فيه كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة، والكابتن مدحت عبد الهادي، والكابتن محمد عبد المنصف، والكابتن احمد مجدي. وهذا ما نفاه اخوان كارلوس أوسوريو اليوم. نفى اخوان كارلوس أوسوريو هذا الخبر نفي التام، وقال بالكلمه وبالحرف: اي نادي جماهيري بيحتاج في منصب ما او في مناصب ما الى لاعبين خبره محبوبين من قبل الجماهير التي تعشق هذا النادي وهذا الكيان، فانا لا اريد الاستمرار بدون الجهاز المعاون الحالي الموجود مع اخوان كارلوس أوسوريو. ده بما يخص شائعه رحيل الجهاز المعاون من اخوان كارلوس أوسوريو او لنادي الزمالك. ده بما يخص نادي الزمالك. دي اخبار نادي الزمالك كلها على بعضها.
بعد الفاصل عبد الله الراوي محللنا وكيف فاز الاهلي على نادي انبي. فاصل ونرجع، خليكم معنا. ورجعنا مع حضراتكم مرة تانية وفقرة عبد الله الراوي تحليل وكيف وصل الأهلي إلى نهائي كأس مصر. خلينا نرحب بعبد الله. عبد الله ازيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. أهلا بيك. في البداية كده أهلا بيك في مقر جمهور الكرة. عاوزين نعرف كيف تغلب النادي الأهلي على انبي بكل بساطة وباختصار. تمام. في البداية الأهلي كان بيلعب تيكي تاكا وكان بيهاجم. تمام. وكان الخصم انبي، كان فريق انبي كان بيدافع من أول مباراة كان بيدافع. تمام. وكان بيدافع دفاع متقدم، لأنه لو دافع دفاع متأخر الأهلي هيجيب أهداف، والأهلي هيهاجم من أول المباراة. وطبعا الأهلي عمل فرص كتير من الشوط الأول، وكان في فرصتين محققين فالأهلي ما استغلهمش. والأهلي كان المفروض هو الأهلي خلى اللعيبة يعني مثلا احنا نقول إنه النادي الأهلي هو اللي كان مستحوذ على المباراة، هو اللي كان ماسك الماتش. تمام. هو الأهلي كان أول ربع ساعة كان الأهلي تيكي تاكا، وكان فريق انبي كان بيحوم نحو الكورة، فمفيش تفاعل بين فريق انبي، وكان الأهلي عامل ضغط على انبي ضغط كبير. تمام. وكان انبي كان بيدافع دفاع ما كانش بيعدي نص الأرض غير لحظات أو كام كورة. طيب بس خلينا في سؤال تاني. تمام. وجهة النظر الأرجح حاليا واللي خارجة واللي الشارع اللي بيقولوا إنه الأهلي تغلب على انبي لأنه انبي ضعيف، انبي مش قوي. لا، هل إحنا شايفين إن انبي مش قوي؟ هل إحنا شايفين التكتلات الدفاعية اللي كان عاملها انبي في بداية المباراة هل هي السبب اللي خلت انبي يخسر المباراة؟ هل هي خلت إنه ادت مساحة للنادي الأهلي إن هو يمسك كرة أكتر؟ طب بص، أرد على سؤالك. أي فرقة بتلعب قدام الأهلي أيا كان الفرقة اسمها، لما الأهلي بيضغط عليها ضغط جامد أو تيكي تاكا جامد، فالفرقة لازم تدافع. الفرقة كلها أيا كان الفرقة. وبعدين فريق انبي فريق كبير، مش وحش، مش ضعيف، فريق كبير وفيه إمكانيات وفيه لعيبة وفيه مهاجم. يعني المهاجم اللي فيه كأحسن مهاجمين، يعني لما بيجي يلعب في أي مباراة بيجيب أهداف. طب دلوقتي المهاجم هو ما لعبش بمهاجمين، هو أول حاجة لعب بدفاع، هو أهم حاجة لعب بدفاع، دفاع متأخر للدفاع أول. تمام. فالأهلي طبعا أكيد مفيش فرقة هتقدر على الأهلي في التيكي تاكا، وأنت عارف الأهلي الوحيد اللي بيعمل تيكي تاكا واستحواذ، ولازم الأهلي بيعمل استحواذ عشان إيه؟ عشان يجذب الفرقة اللي قدام ويحتل هو أرضية 18 نواحي الفريق. تمام. خليني أسألك سؤال تاني. هل شايف إنه مارسيل كولر بالتيم اللي موجود بالقوة الضاربة اللي احنا شايفينها مع مارسيل كولر واللعيبة حاليا، هل شايف إنه الفريق ده بالتيم ده بالقوة دي قادر على إنه تاخد بطولة أفريقيا، أو مرشحة بقوة أو مرشحة مش بقوة؟ يعني هل الثلاث مستويات أنت شايف إنه الأهلي مرشح بقوة ولا هياخدها بنسبة كبيرة ولا مرشح وخلاص؟ هو بص، هو في فريق، هو الأهلي كده أي بطولة بيدخلها بيكون الأول مرشح الأول لأي بطولة. تمام. سواء دوري أبطال أفريقيا، السوبر، كأس مصر. تمام. فالأهلي هيوصل للنهائي كأس مصر، هو وصل لنهائي كأس مصر ومنتظر بيراميدز والزمالك. تمام. فأي فرقة الأهلي عموما لما بيدخل لأي بطولة بيبقى المرشح الأول، بس في فريقين مرشحين مع الأهلي برضو، لأن أنت شفت سان داونز السنة اللي فاتت عملت إيه في الأهلي، فسان داونز غلبت الأهلي 5. فالأهلي لما بيضرب، لما بيتغلب من المباراة مثلا بسكور عالي بيقوي الدنيا وبيوصل للبطولة بياخد البطولة، بتبقى أسهل بالنسبة له. فأنا شايف الأهلي يقدر أفريقيا السنة دي إن شاء الله، يعني هو المرشح الأول ليه. على الناحية الثانية بيراميدز، وخبر هو من العيار الثقيل، وهو أنباء عن إنه بيراميدز تنوي التعاقد مع محمد شريف، اللاعب المعار من النادي الأهلي إلى نادي الخليج السعودي. شايف الخبر ده خبر يهز النادي الأهلي
ولا شايف خبر عادي في ظل تواجد موديست وصلاح والله محسن وكهرباء؟ انا شايفه خبر برضو يهز برضو، لان هو محمد شريف واخد امكانيات النادي الاهلي مم. كهجوم. فانا شايف لو راح بيراميدز هيعمل ضجه كبيره لهجوم بيراميدز، لان اللي بيطلع من النادي الاهلي اكيد بيبقى عنده خبرات، لانه دخل بطولات وعارف عارف المركز اللي هو بيلعب فيه، فاي فرقه هيروح فيها هيعمل ضجه باذن الله. اخيرا يا عبد الله، انت شايف مين نجم المباراه لانبي والاهلي؟ لو عندك اكتر من نجم عادي. ماشي، انا شايف محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم جامد. محمد عبد المنعم مدافع اسطوري، وهو احسن مدافع في مصر. مم. ده كان ما فيش كلام بعديه تاني. مم. وهو يعني زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره ان هو بياخد المهاجم في جيبه، تمام. ما بيخليش المهاجم لاعب يعدي. ما بيخليش المهاجم يعدي منه. وبعدين انت شفت مباراه انبي والاهلي، وهو كان بسم الله ما شاء الله من اول مباراه بيدافع دفاع يعني الله اكبر، مفيش حد كان بيعدي منه. على الناحيه الثانيه، شايف غياب رامي ربيعه عن مباراه الاسماعيلي هيكون ازاي؟ والله شايف رامي ربيعه هيأثر شويه على النادي الاهلي في ظل تواجد على الناحيه الثانيه ياسر ابراهيم. في عندك محمد عبد المنعم، وفي عندك ياسر ابراهيم، فعندك خبرات ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. فانا شايف يعني رامي ربيعه برضو تأثير مؤثر برضو في غيابه للنادي الاهلي. كابتن من كابتن الفرق. كابتن من كباتن الفرق فعلا. في النهايه شرفتنا يا عبد الله. الله يخليك. لقائك كان جميل النهارده، واخبار دسمه وتحليل كويس. نشوفكم في حلقه ثانيه. وصلنا للنهايه كده. تصبحوا على خير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.